مرحبا بكم. أحضرنا لكم اليوم تحدي جديد. خمن صوت الشخصية الكرتونية. كم سؤال سيمكنك معرفته؟ قبل البدء أتمنى أن تدعمنا باللايك والاشتراك لنستمر، وهيا لنبدأ. على الأقل يقوم بإلهائي. علي إيجاد ما يفرحني. خمن اسم الشخصية. جامبل. على الأقل يقوم بإلهائي. علي إيجاد ما يفرحني. لقد عرفت. انظر ماذا فعلتما بي. يجب أن تصلح. ما هو الاسم؟ شفيق. انظر ماذا فعلتما بي. يجب أن تصلح. أخذتها يا سبونج بوب، أخذت كعكتك. هل تعرفت علي؟ بسيط. أخذتها يا سبونج بوب، أخذت كعكتك. تمزح يا جدي، إنهم مثل الفئران وفور آرم. والإجابة هي بنتن. تمزح يا جدي، إنهم مثل الفئران وفور آرمز يحب. أفضل من لا شيء. والآن أعطني صفاتها. خمن هذه الشخصية. النمر الوردي. أفضل من لا شيء. والآن أعطني صفاتها. أعطني كل هذا في طبق واحد. لأي شخصية كرتونية ينتمي هذا الصوت؟ جيك. أعطني كل هذا في طبق واحد. السؤال التالي: لن أدعكما تتخطيانني هذه المرة. تظنان أنني ممل؟ والجواب سيكون بلوسوم. لن أدعكما تتخطيانني هذه المرة. تظنان أنني مملة؟ لا، انت دلوقتي في باريس يا حبيبي، بلدي هل خمنته؟ الفأر الطباخ ريمي. لا، انت دلوقتي في باريس يا حبيبي، بلدي وما يصح. هل ساعدتم بني في إيجاد السقف قبل أن تأتي السحاب؟ خمن اسم الشخصية. دورا. هل ساعدتم بني في إيجاد السقف قبل أن تأتي السحابة؟ يوم الغسيل أعطاني العذر المثالية لكي أقوم والإجابة هي ستار فاير. يوم الغسيل أعطاني العذر المثالية لكي أقوم بالهواية. أعاني حكة في الحلق. أتشو. تصفير بالنفس. أتشو. دموع. ما هو الاسم؟ داروين. أعاني حكة في الحلق. أتشو. تصفير بالنفس. أتشو. دموع بالعين. يبدو أن أحد الجمهور اكتشف سر الخدعة حين كررتها. هل تعرفت علي؟ المحقق كونان. يبدو أن أحد الجمهور اكتشف سر الخدعة حين كررتها. إن كنت لن تستمعي إلي فانظري داخل رأسي، منطقة الخطر. خمن هذه الشخصية. أخبرنا باسم الشخصية أسفل بالتعليقات. إن كنت لن تستمعي إلي فانظري داخل رأسي، منطقة الخطر. الأمر سهل. لنلعب لعبة الهرب من الوحش. لا تنسى أن تدعمنا باللايك والاشتراك. سبونج بوب. الأمر
الأمر سهل، لنلعب لعبة الهرب من الوحش. نعم. أعددت خطة لتحسين صورتي لأبدو رائعا. سأتكئ. والجواب سيكون الدب شهاب. أعددت خطة لتحسين صورتي لأبدو رائعا. لننتقل إلى تخمين الشخصيات الأخرى. ملعب المرج؟ لم أسمع بهذا الملعب من قبل ولا أعرف أين يقع. الكابتن ماجد. ملعب المرج؟ لم أسمع بهذا الملعب من قبل ولا أعرف أين يقع. وأخيرا أول يوم من المدرسة. لأي شخصية كرتونية ينتمي هذا الصوت؟ ديكستر. وأخيرا أول يوم من المدرسة. هاي باندا صديقي، نحن بخير صحيح؟ والإجابة هي قطبي. هاي باندا صديقي، نحن بخير صحيح؟ السؤال التالي: وأنا لعقت زبدة الفستق مباشرة من الوعاء. هل خمنته؟ سكوبي دو. وأنا لعقت زبدة الفستق مباشرة من الوعاء. هذه Enjoy it while you can. Everything changes when you hit the big 1-0. Your legs start. بارت سيمسون. Enjoy it while you can. Everything changes when you hit the big 1-0. Your legs start to go. Okay, I'm here. This is my house. You can go now. Thanks for taking me home. خمن اسم الشخصية. بيتر جريفن. Okay, I'm here. This is my house. You can go now. Thanks for taking me home. Go ahead. ما هو الاسم؟ كوريج الكلب الجبان. أوه، كلمات حكيمة وجميلة. شكرا لتذكير. والجواب سيكون سلطع. أوه، كلمات حكيمة وجميلة. شكرا لتذكير. أنا جبت لك هدية خاصة جدا، هدية أشد خصوصية من أي. هل تعرفت عليه؟ تيمون. أنا جبت لك هدية خاصة جدا، هدية أشد خصوصية من أي هدية. يظهر الملوك كمان بيخافوا، ها؟ خمن هذه الشخصية. أخبرنا باسم الشخصية أسفل بالتعليقات. يظهر الملوك كمان بيخافوا، ها؟ أنت أفسدت الأمر. الآن سأريك لما يلقبونني باتر كاب. أنت أفسدت الأمر. الآن سأريك لما يلقبونني بباتر كاب. هنخلي السيدة كروكر تخالف القوانين، ولما يكون في مخالفة. لأي شخصية كرتونية ينتمي هذا الصوت؟ تيمي ترنر. هنخلي السيدة كروكر تخالف القوانين، ولما يكون في مخالفة قوانين. السؤال التالي: بطوط. أنا محاط بشلة متخلفة.
سكار. أنا محاط بشلة متخلفة. جذع شجرة مدور بس جديد. كم شخصية تمكنت من تخمينها؟ شاركنا أسفل بالتعليقات. بومبا. جذع شجرة مدور بس جديد. ها هي بعض من إجابات مشتركينا على الفيديو السابق. نراكم في التحدي القادم.